السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومع وصفة جديدة وفيديو جديد من قناة نبيلة بينك. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم مسمنات على شكل ديال بريوات أو على شكل ديال سيجار. كيجيو صراحة فنين وزوينين بزاف بحشوة اللي اقتصادية بالخضرة. كتجي صراحة لذيذة بزاف وزوينة بزاف، والعجينة كتجي كيف ما كتشوفوا معايا مقرمشة، وكيف ما قلت لكم سهله بزاف بزاف. خليكم معايا نكتشفوا المكونات والطريقه ديال التحضير. عندنا 250 غرام ديال الدقيق الابيض، وعندنا قبيصه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال السكر سنيده او السكر الخشن، والماء من الاحسن يكون دافي باش غادي نجمعوا العجين. تنجمعوا العجين كيف ما كتشوفوا بالاطراف ديال يدينا كيف ما كتشوفوا. ممكن انكم تعجنوها في القصريه مزيان، ممكن انكم تعجنوها في العجانه. انا غادي نجمعها وغادي من بعد ندوزها نعجنها مزيان في العجانه كيف ما كتشوفوا معايا حتى كتعجن. عندي هنا الحشوه، واحد البصله كبيره مقطعه مزيان رقيقه، ليشو او الكروم حتى هو واحد القطعه حتى مقطعه مزيان، فلفله حمراء وخضراء، الخيزو حتى هو مقطع مبشور، القرعه حتى هي مقطعه، والقزبر ومعدنوس شويه، القبيصه ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال الابزار، واحد 3 المعالق ديال زيت الزيتون من الاحسن باش تجينا الحشوه لذيذه. من بعد تنخلطوا المكونات كامله وكنديروها فوق البوطه. ضروري البوطه تكون بوطه اللي هي مجهده. في هذا الاثناء كتكون العجينه كيف ما كتشوفوا معايا تعجنات ليا مزيان. تناخذ واحد الاناء كندير فيه القليل من زيت المائده وكندير فيه العجين. بالنسبه للعجين كتشوفوا معايا راه كتلصق لكم في اليد، ولكن راه هي ماشي خفيفه بزاف بزاف. ملي كندير لها زيت المائده راه صافي كتجمع ليا ونقدر نخدمها كيف ما بغيت. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما كنديرها في الاناء تنغطي عليها من الاحسن بالسلوفان ونخليها ترتاح المده اللي غادي نطيب الحشوه، ومن بعد نرجع ليها نخدمها. صافي كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد الحشوه كنبقى نحرك فيها، يعني فاش كندير البوطه مجهده ضروري مع التحريك باش الخضيره ديالنا كتجي بنينه وما كتطلقش لينا الماء ديالنا، كتطلق غير ديك الزويته اللي كطيب فيها مع التحريك، ما كتحرق لينا ما والو. صافي ملي كطيب كنحيدها من المقله اللي سخونه ونديرها في شي اناء ونخليها حتى تبرد تماما. من بعد كيف ما كتشوفوا معايا العجينه ما خليتها كتولي الشكل ديالها بحال هكا، يعني راه تتخفاف لينا العجينه وكتطلق لينا كما كتشوفوا معايا. والخضيره حتى هي كنديروها في الاناء وكنخليوها تبرد مزيان مزيان. تناخذوا زيت المائده وكناخذوا العجين وكنديروا كويرات لا باس بهم، يعني يكونوا شي شويه كبارين ما كيكونوش صغارين بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا على هذا الشكل تنبقى نشكل من العجين الكويرات كيف ما كتشوفوا معايا حتى كنكمل العجينه كامله. اللي بغى يذوب المقادير يذوب المقادير ويذوب الحشوه الا بغى اكثر. كما كتشوفوا معايا كيعطينا 5 ديال الكويرات. كنستعنوا ضروري بزيت المائده وتنبقاو نسرحوا مزيان في ديك العجينه ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا راه كتجي العجين ديالنا كما كتشوفوا معايا مورق تبارك الله وكيجي زوين بزاف. نسرحوه مزيان 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 كيف ما كتشوفوا معايا بحال غادي نشكل يعني مسمنه مربعه. كنسرحها مزيان كيف ما كتشوفوا معايا على هذا الشكل حتى كتورق ليا من جميع الجوانب، ومن بعد كنبقى نلفها كما كتشوفوا معايا على شكل كيف ما قلت لكم مسمنه مربع على هذا الشكل. ومن بعد كنعاود نسدها وكيكون هذا هو الشكل ديالها. كنحاول كندير الكويرات ديالي كلهم بنفس الطريقه، يعني هاد الطريقه كتخلي يعني المسمنات ديالنا او المورقات ديالنا كيجيو مورقين ومقرمشين. ضروري نديروا هاد العمليه في اي مسمنات بغينا نديرو، ضروري هذه هي العمليه الاولى اللي كنديرو باش يجيونا المسمنات ديالنا مزيانين. صافي كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما كملت العجين كامل كناخذ ديك المربع عاود وكنسرحها كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل بيديا حتى كنديرها واحد الكاريه اللي كتكون كبيره كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل. تتورق ليا مزيان وتنسرحها مزيان. ومن بعد كناخذ القطعه ديال البيتزا كما كتشوفوا تنقطع العجين ديالنا على 4 كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل. من بعد ما قطعته على 4 كناخذ الحشوه وكنديرها من الفوق، يعني كما كتشوفوا معايا في الاول
كنديرها من الفوق الوسط بهذا الشكل او بهذه الطريقه كما كتشوفوا. من بعد كنسرح باليد ديالي الجوانب وكنتني الجوانب، ضروري نتنيهم باش ما كتخرجش ليا الحشوه على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره. وتنقلب وكنشكل منها دينام او بريوات كيف ما كتشوفوا معايا. راه كتجيو الصراحه كيجيو زوينين بزاف، واخا تبان لكم العجينه انها خفيفه معاكم، ولكن راه اون فوا غادي تدخل وغادي طيب راه غادي تقرمش وغادي تاخذ الشكل ديالها. بنفس الطريقه كنبقى مستمره حتى كنكمل العجين ديالي او المورقات ديالي كاملين كيف ما كتشوفوا معايا، وكنديرهم في صفيحه ديال الفرن. بالنسبه للحشوه ممكن انكم تزيدوا الطون، ممكن تزيدوا الكفته ولا لدند، اي حاجه بغيتوا ديروها ممكن ديروها. بغيتوا تكتفيو فقط بهاد الخضيره اللي عطيتكم راه كتجي الصراحه حشوه اللي هي لذيذه بزاف بزاف، كتجي بنينه كيف ما قلت لكم يعني اقتصاديه بزاف بزاف، وراه كيعجبوا الوليدات. هاد يعني هاد المهرقات او هاد المسيمنات كيعجبوا بزاف وليداتنا وكياكلوهم عينهم غمضين. ممكن نزيدوا حتى شويه الفرماج من الفوق كيجيو حتى هما زوينين بزاف، وكيف ما قلت لكم تياكلوا وليداتنا الخضره بلا ما كيحسوا. صافي كيف ما كتشوفوا معايا بنفس الطريقه كملت المسيمنات ديالي كاملين كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل. كنديرهم في صفيحه ديال الفرن كما كتشوفوا. يعني انا راني ما دهنتهم بحتى شي حاجه، الا بغيتوا دهنوهم بالزبده ممكن انكم دهنوهم بالزبده. كيف ما كتشوفوا كيتحمروا على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا. من بعد ما خليتهم طابوا من التحت مزيان ومن بعد حمرتهم شويه من الفوق كيجيو المورقات ديالي بحال هكا راهم سخانين نيت، كيجيو مقرمشين صراحه وكيجيو واعرين واعرين صراحه. غادي تجربوهم ان شاء الله وغادي يعجبوكم. انا هنايا خديت الفرماج كاري وقطعته مربعات اللي هي صغيره او مستطيلات صغيره، ودرتهم فوق من اللينام ديالي كيف ما كتشوفوا معايا على هذا الشكل. عطاو واحد المنظر اللي هو خطير وزوين. ومن بعد رشيتهم بالقليل ديال البافو او الخشخاش ورديتهم من الفران وهو سخون. غير دخلتهم حتى داب ليا شويه هذاك الفرماج من الفوق، ومن بعد خرجتهم. ماشي بالشرط انكم الا برد لكم الفران ممكن انكم تشعلوه حتى يسخن لكم بين ما غير تلقوا شويه. وكيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال المسيمنات او مورقات او دينام ديالنا. كيجيو الصراحه خطيرين، كيجيو مقرمشين ولذاذ بزاف بزاف ان شاء الله. كيف ما قلت لكم راه غيعجبوا وليداتكم. يعني ممكن ديروها باي طريقه او باي شكل، ممكن ديروهم سيمنات نيت، ممكن ديروهم على الشكل اللي نتوما بغيتيو. كنتمنى الفكره والطريقه اليوم تعجبكم. ما تنساونيش باللايك ديالكم والكومنتير الزوينه اللي كتحفز، والى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.